السلام عليكم. عليكم السلام. انا برنامج ديني، تمام؟ هقرا لك ايه قرانيه، ولو اجبت عليها تاخد معانا 3000 جنيه حالا. قد التحدي ولا لا؟ ان شاء الله اكون قدي. نبدا. ماشي. بسم الله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. صدق الله العظيم. سورة إيه بقى؟ ان شاء الله سورة النجم. سورة النجم. ما شاء الله أنت عرفتها كده على طول يعني؟ هو اكيد يعني انا حافظة، بس اكيد يعني خدي كده الأول خدي كده، ده من نصيبك، تمام؟ ماشي تمام. إيه، أنت بقى يعني بتقرأي قرآن عشان تعرفها كده على طول، ولا أنت يعني جت معاكي صدفة ولا إيه بالظبط؟ هو انا حافظة بس يعني مش ختمة، مش حافظة. ختمة. انت كده كنت معانا في برنامج ديني، يعني اقول لك ان الحلقة بتاعتك هتنزل على برنامج اسمه اقوى محتوى ديني. طب ماشي، قبل معلش ما نختم الحلقة، ممكن هو انا كان نفسي من زمان ان حد يكتشف موهبتي يعني وكده. عندك موهبة؟ احنا اصلا برنامج احنا بننزل عشان نكتشف مواهب الناس. انت لو عندك موهبة قدميها ماشي. والناس هتسمعك، ولو الموهبة بتاعتك حلوة صدقيني الناس هتقف جنبك. يا ريت. يلا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله يا جماعة، أنا شايفها إنها بتقرأ القرآن بتجويد، أهم حاجة إنها بتقرأه بالتجويد صح، فده حاجة الوحيدة ما شاء الله، وبالذات إنها لسه ما ختمتش القرآن، فأنا عايزكم تقفوا جنبها، ولو هي تستاهل فعلا الدعم هما مش هيتأخروا والله. يا ريت. فاهمة؟ فالحلقة بتاعتك هتنزل على برنامج اسمه أقوى محتوى ديني. ماشي تمام. تمام. شرفت بيك.